علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. نزلت اليوم مقطع، يعني قلت وجهة نظر، فإذا بإخوة مغاربة يعتبروها حقرة. ليش لماذا تستهين بنا؟ أنا قلت أنا لا أعلم أن هناك دولة عربية تصنع سيارات. الذي أعلمه أن المجتمع العربي والدول العربية بل والإسلامية إلا شوية تركيا نهضت، دول مستهلكة وليست مصنعة. احنا ثيابنا من الغرب، تلفوناتنا من الغرب، أجهزتنا من الغرب، كل الثياب الذي على رؤسائنا في نبداو الغرب. هذا الموضوع ديال أسعد الشرعي. وصلتني الكثير من الأسئلة، وصلتني الكثير من المحاولة ديال كيقول لك علاش ما هضرتيش. أنا هضرت في واحد المقطع وقلت غادي نرجع، وأكثر من هذا وصلتنا حتى انتقادات. حنا المجموعة كاملة ودخلوا الكبرانات ودخلوا في العملية ديال السب. مزيان، أنا غادي نرد هنا على كل ما قيل، على كل ما قيل. هنا أول مسألة باش نتفقوا، أسعد الشرعي يمني وليس مغربي. هذه خصهم يعرفوها الناس. أسعد الشرعي يمني وليس مغربي، وهو قالها براسو. مزيان. ثانية، أنني أنا أول مغربي اللي طلع مع أسعد الشرعي في القناة ديالو، استدعاني كواحد يتحاور معاه، وتحاورت معاه مرتين وكانت انتقادات. وبالمناسبة القناة ديالو في جميع الحالات ما يمكنش أننا نقولوا القناة ديالو عادية. القناة ديالو كتشاف في المشرق العربي أكثر. إذا كانت فرصة لينا حنا، أنا شخصيا، أنني نخاطب من خلال هذيك القناة مجموعة ديال الحوايج، منها العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر وكذا. كنخاطبوا المشرق. كاين خلافات أو اختلافات كبيرة، وهذه كنقولها أنا وقالها الشرعي، اختلافات أنا وياه، مختلفين على مجموعة ديال الحوايج، ولكن مختلفين. ملي كنكونوا مختلفين ماشي معنى هذا أنه ما يكونش حوار، ماشي معنى هذا أنه لا قال غنجي للمغرب نقولوا ليه لا. أنا ما يمكنش، أنا مغربي. واللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس أن المغاربة منفتحين على الحوار. ما تنساوش حنا الموقع الجغرافي ديالنا، راه حنا امتداد على المتوسط، امتداد في افريقيا، في منطقه شمال افريقيا، حنا على الابواب ديال اوروبا. وفي التاريخ ديالنا حنا كاين دائما هذه القضيه ديال الحوار. نكونوا واضحين، لانه عندنا وهذه القضيه تقال لنا من طرف دول اخرى. كيقول لك اودي نتوما ناس عندكم حوار لانكم الجغرافيه والتاريخ لعب هذا الدور. هذا ماشي بحال المناطق اللي كيعرفوا فقط شي بلايص محدوده، اولا بحال الحفره ديال البلاد ديال الكبرانات. الحفره ديالهم ما كيعرفوا لا حوار لا محزن. الحفره كتلعب هذا الدور هذا ديالهم هما، ما كاين والو. هذه المساله الاولى. انا اختلف مع اسعد الشرعي كليا كليا، وانا قلتها ليه. قلت لي انا اول واحد غادي تصدى لك لانك اسات للمغرب بقضيه ملي كتقول حنا ما يمكنش نصنعوا سياره، وملي كتقول كتقارننا حنا مع الجزائر. نحن لا نقارن مع الجزائر نهائيا. انا قلت هذا الكلام مباشره، قلت لي هذا ما يمكنش انني انا نسكت على غنتصدى لك، ولكن انا ماشي من طبيعتي انني انفعالي منذ البدايه، وغنجي ونعرف علاش تصدى في هذه القضيه هذه، هذه المساله هذه. حنا دوله الان كتصنع، عندها علامه ديال السياره، عندها علامه ديال الا فاجاتكم، لا فاجات المشرق شغلهم هذاك.
ولكن قلت لي حنا هاد الامور هي كتشوفها قدامك. دار فيديو ربما بزاف ديال الناس ما شافوش، ودار فيديو قبل ما يكون هذا الحوار ديالي انا وياه بالمناسبه، قبل ما نهضر معانا دار هذا الحوار، دار هذا الفيديو، وفيه تقريبا محاوله ديال تدارك، واحيانا راه دار اعتذار. احيانا الناس بزاف واش غيجي يقول لك انا اعتذر، هي اعتذار. قال بزاف ديال الحوايج قالها على المغرب، والناس بعض المرات ما كيبغيش يسمع هذا الشيء. هذا واحد المجموعه. ايضا انا مختلف معاه كليا، كنقول لي اودي الثوابت ديالنا حنا خط احمر. قلتها المساله هذه، الثوابت ديالنا حنا مختلفين على مجموعه ديال الدول. حنا راه دوله كليا كنقول لي اودي الثوابت ديالنا حنا خط احمر. قلتها المساله هذه، الثوابت ديالنا حنا مختلفين على مجموعه ديال الدول. حنا راه دوله، وقلتها مرات متعدده. ايضا قضيه ديال المغرب واسرائيل انا مختلف معك فيه طولا وعرضا، لانني انا قلتها مرارا، كنهضر بالعلاقات الدوليه وكنهضر من الامه المغربيه، لانه عندنا مكون حنا ديالنا اللي هو مكون يهود مغاربه اللي كيتقاتلوا على البلاد. هاد الحوايج الهضره ديال القوميه وديال ديك الامور كلها ما كتدخل لي انا اللي قلتها مرارا، وتعرضنا حنا انتقادات بالمناسبه. هذا الكلام الذي اقوله على العلاقات المغربيه الاسرائيليه وعلى دفاع على اليهود المغاربه، جزء منا كاينين مغاربه كينتقدوني انا بالسب والشتم على هذه المساله هذه، بالسب والشتم، ولا احد كيخرج يتصدى لهم. بالاحرى الكبرى الناس كنهضروا عليهم، شيمون سليمي وجابوا من اذربيجان، الهضره كلها كامله تقالت تما. اذا حنا هذه الامور هذه هو الان ربما انه كيقول لك هو انا لا اتفق، كيقول لك لا اتفق مع السياسه الخارجيه. على شكون هو سعد الشرعي لا يتفق مع السياسه الخارجيه؟ شكون هو يتفق ولا ما يتفقش؟ اش غتغير هذه المساله هذه؟ راي ديالو شغلو هذا، اش غتاثر هذه المساله هذه؟ السياسه الخارجيه ديالنا حنا ناجحه، السياسه الخارجيه ديالنا حنا ناجحه، وحنا كنقولوها كندافعوا عليها بالادوات العلميه، والعالم كله كيشهد بها. الا جا واحد وقال لك انا لا اتفق ماشي، ولكن هو كيقول لك انا شفت انجازات في المغرب، شاف انجازات وغيرها. بالمناسبه هذا انا كنقول بانه هذا هو عنده القناه ديالو كيشوفوها الناس. كنهضر من هذا المنظور، انا لا اناقش المحتوى ديال الامور، ولكن خليونا نشوفوا شي حوايج اللي هي، لانه باش اننا كما ننتقدوا الرجل، كما اننا ننتقدوا ونهاجموه، كما اننا نصفوا الرجل في بعض الجوانب. اذا حنا بالنسبه لنا قلناها، ما يجيش شي واحد يركب على شي حاجه، حنا ما غنسمحوش شي واحد يهضر على الثوابت ديالنا، ما كنسمعوش الحوايج كامله صافي. ما يجيش شي واحد انه يركب على هذه القضيه. وراه بالمناسبه كاينه واحد المجموعه كيحضروا في شي بلايص كيسمع شي حاجه وكيسكت، عاد جات هذه القضيه ويهجم. دابا مزيان، انا لاحظت بانه واحد المساله، لاحظت بانه الشرعي وخلال رمضان اللي داز وشنا شنو وقع لما طلعوا مجموعه ديال المغاربه في القناه ديالو. شنا شنو وقع؟ كانت حرب، طلعوا مجموعه ديال المغاربه في القناه ديالو، ريبوا داكشي ديال الجزائر كله، ريبوا هذيك الامور. شناها استضف مغاربه، كانت حرب، لا على اليوتيوب لا في التيك توك، لا بمعنى حرب بمعنى هنا. بعد ذلك يتابعوا الناس بعد هذه الحرب هذه اللي وقعات، وشنا شنو الاثر ديالها النفسي عند البلاد ديال الكبرانات، ويشوفوا الناس كيفاش واحد المجموعه بحال هذاك دومير، بحال بوني في غبرو، حتى كيخرج بوني في البارح مثلا كيسبني انا المنار سلمي كيسبني وكيقول لي بهذه العباره الكلب. سمعوا مزيان، وراه اللي بغى يمشي يشوف. علاش؟ لانني قلت بانه المغرب الا بغاو هما المغربي قبل الوساطه، راه المغرب هو اللي غيشرط على الجزائر كيخرج يسب هذه القضيه، ولا احد خرج باش يرد تما. صافي خصهم يسووا كل شيء، صافي يسووا المساله الشرعي
المنار سليمي والمجموعه اللي كانت معاه، وتا الام تا السي عبد النبي، ابو مهدي ومرات ابو مهدي، هي كلشي معنا كلشي، والمجموعه اللي استضافهم كلشي هاجموا. لا المجموعه كامله، لا صنيبي لا غير كلشي هاجموا كلشي تما. مزيان. هذا الشيء وقع في رمضان. بعد الوقع ديال رمضان باش يعرفوا الناس واحد المساله، السيد في بريطانيا، الابن ديال العم ديالو، ماشي انا كنقول غير احداث اللي ما هو قالها لي انا وبغيتش نقول انا، غنقولها دابا. الابن ديال العم ديالو ولد عمو كضربوا واحد السياره، ضرباتو السياره بقى مغمى عليه حتى لهاد اليومين هادي، مغمى عليه بمعنى ولحد الان ما كيتحركش. ولد عمو كان هو وياه يلاه تفرقوا شي 5 دقائق. هذه مساله. الابن ديالو يهاجم من طرف جزائري، انا السياره ما عرفتش انا الحدث ديالها، السياره شوف شنو. الابن ديالو يهاجم في واحد المتجر من طرف جزائري، والقضيه الان معروضه على القضاء. الابن ديالو تهاجم، هو تهاجم هو مع مجموعه ربما قالها هو. شي كله بعد هذيك الحمله ديال الاستضافه ديال المغرب.